السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقدم لكم في هذا النهار جوج ديال الوصفات رائعين، غادي يعجبوكم بزاف ان شاء الله. غادي تتبعوهم خطوة بخطوة وغادي ان شاء الله ينجحوا معكم. كما كتشوفوا هذه الرفيسة رائعة جدا، وهادو فلون بالكراميل رائع جدا، غادي يعجبكم وان شاء الله غادي تجربوا معايا الوصفة. صافي غادي نبداو على بركة الله. هنايا غادي ناخدو تقريبا 800 غرام تاع الفرينة او الدقيق الابيض. كما راكم تشوفوا هو ديجا مغربل، يعني جربته شحال من مره غربلته ما فيه حتى حاجه. صافي كنزيدو عليه مليحه كما راكم تشوفوا، وغادي نزيدو عليه شويه ديال السكر باش يجي محمر من يطيب. صافي هاد الكاس غادي نزيدو فيه ضافه تاع الزعفران الحر باش تجي فيه نسمه تاع الزعفران الحر في نفس الوقت باش يعطيه اللون وكيجي زوين بزاف المنظر. كنخليوه هكا يطلق واحد شويه باش يرطب ويطلق، وصافي كنمشيو للوصفه الثانيه واللي هي الفلون، يعني كتحليه كناخدوه من بعد هاد الرفيسه ان شاء الله. صافي غادي ناخدو غير الصفر نتاع البيض، يعني الابيض غادي نخليوه اكوتي ونديروه في حاجه واحده اخرى. صافي كناخدو غير الاصفر كما راكم تشوفوا 4 ديال الاصفر نتاع البيض، وغادي نزيدو عليه السكر سنيده. غادي تشوفوا معايا الخطوات ان شاء الله، وغادي تنجح معكم هاد الوصفه. جربوها على ضمانتي، كتجي رائعه جدا وما كتجي يعني اوريجينال، ما كتجيش بحال الفلون اللي كيتباع في المكازات. يعني كتحسوا باللي نتوما اللي درتوه وكتحسوا يعني بالنشوه لانكم نتوما اللي غادي تجربوه، والنكهه ديالها غادي تكون اوريجينال وتكون زوينه بزاف. صافي كما شفتوا درت عليه السكر سنيده تقريبا 100 غرام ديال السكر سنيده في 4 ديال البيضات، صفر ديال البيض. كتخلطوهم حتى كيبيض اللون وكتخليهم اكوتي كتمشيو توجدوا الكراميل ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا كنوجدوا الكراميل. صافي كنبقاو هكا على النار حتى ان شاء الله يولي كراميل. هنا كما كتشوفوا وجد معايا. صافي غادي نبداو نفرقوه على هاد لي غامكان، غادي نفرقوه بالتساوي. صافي ومن بعد غادي نزيدو عليه بقيه المقادير. هنايا دوزنا للحليب، كناخدو الحليب كنفيضوه، ومن بعد غادي نزيدو عليه هاد جيلاتين نباتي حلال. كنديرو منه 4 ولا 5 ديال لي طابليت. كما كتشوفوا كيكونوا بهاد الطريقه. كنديروهم في الحليب وكندوبوهم وكنفيضوه، كنزيدو عليه نكهه تاع الفاني. صافي وغادي نزيدو عليه البيض مع السكر اللي طربناه في الاول. صافي ومن بعد غادي نزيدوه ان شاء الله على لي غامكان. هنا كما كتشوفوا زدنا عليه البيض مع السكر اللي طربناه. صافي غادي نخلطوه مزيان حتى يبدا يغلى معنا ونديروه في لي غامكان. صافي ومن بعد غادي نديروه يبرد ان شاء الله.
هنا كما كتشوفوا رجعنا للدقيق، غادي ذوبنا ديك الضامن تاع البنة، ماشي الضامن تاع البنة، الضامن تاع الزعفران الحر، غادي نزيدوها على الدقيق، غادي نخلطو نزيدو شوية ديال الماء ونعجنوها وندلكوها مزيان مزيان. هنا كما شفتوا زدت شوية ديال الماء وغادي ندلكها ان شاء الله مزيان مزيان حتى ترطاب بين يديا. هنا كما كتشوفوا هذا الدجاج قطعته على 2 طريفات، وغادي نقطع البصل وغادي نزيدو عليه ان شاء الله، ونزيد عليه العطريه. هنا كما كتشوفوا كنديروا الزيت صافي، وغادي ندير العطريه، غادي ندير هاد البهارات الاربع كيعطيو نكهه رائعه لهاد الرفيسه: سكينجبير، البزار، عندكم التحميره، وعندكم هذا القزبر يابس مطحون كيعطي نكهه رائعه، الضامن تاع الزعفران. صافي كنخلطوا هاد المقادير، كنزيدوا المليحه وكنخلطوا هاد المقادير، وغادي نزيدوا ان شاء الله العدس والحلبه. هنا كما كتشوفوا كناخذوا ديك العجين، كتكون يعني ارتبطت واحد شويه، كنديروها على سطح العمل وكندوروها بحال هكا، نلولبوها، كنقطعوها طريفات. صافي غادي نديروها كريسات وغادي نبداو نخبزوها ان شاء الله. من بعد من نقرصوهم كنديروا وحده وكنديروا لها الزيت والفرينه، وكنديروا فوقها وحده اخرى، وكنديروا تقريبا 5 ديال الكريسات. من بعد كنورقوهم مزيان بالدلاك وكنديروهم يطيبوا ان شاء الله. كما كتشوفوا كنقبضوا الكريسات، كنقطعوهم بهذه الطريقه، كنديروا وحده فوق ملي كنعجنوا العجينه، كنديروا كريسات صغار وكنديروا وحده فوق وحده، كنفرقوا بيناتهم بشويه ديال الزيت والفرينه. ابخي كنديرهم في المقله، كنديروا شي 5 ديال الطبقات، كنديرهم في المقله ينشفوا واحد شويه، كنفرقوهم وكنقطعوهم بهذه الطريقه. صافي وكيجي مورق، كيجي زوين بزاف بحال تريد وبحال لي فو دو بريك. صافي كما كتشوفوا هنا كنديرهم في الفران بعد ما قطعناهم طريفات صغار. صافي هنايا تقرملوا ونشفوا وطابوا، كنديرهم في الطاوه باش نسقيوهم ان شاء الله. هنا غادي نبدا نسقي ان شاء الله الرفيسه. صافي البويون راه واجد، كيجي رائع جدا، والدجاج درته يتحمر في الفران. صافي كنسقي بالعدس والحلبه والبصل، ملي كديروا في الفران يتقرمش، من بعد ملي كتسقيوه كيشرب مزيان وكيجي زوين بزاف المذاق. وهذوك لي غامكا هما اللي فيهم الفلون اللي وجدناه. صافي هنا غادي ندير نستف الدجاجه صافي، والطبق راه واجد.
صافي كما راكم تشوفوا هذا هو زوين بزاف. وهادو لي غامكان تاع الفلون والحمد لله.